السلام عليكم. هنعمل مع بعض أحلى تحلية للبيت كله في 10 دقايق وتكلفتها 30 جنيه بس. هننزل ب2 بيض، وبعد كده هننزل بنص كوباية سكر، وأهم حاجة مادام في سكر وفي بيض يبقى لازم ننعم السكر كويس. يا جماعة دي طعمها جميل جدا ومش مكلفة خالص، وتتعمل في البيت في 10 دقايق وتكفي البيت كله. هننزل 3 معالق كبار من النشا. طبعا ننعم ده كله مع بعضه أو نضربه مع بعضه كويس عشان ميبقاش فيه أي تكتلات خالص ميبقاش محبب معانا. وننزل معانا ب3 دقيق، 3 معالق برضك من الدقيق كبار. النشا والدقيق 3 كبير 3 كبير. ننزل بكوباية من الحليب وننعم ده كله مع بعضه كويس. أهم حاجة كله يبقى منعم عشان ميبقاش فيه أي حاجة مكتلة معايا خالص. هفضي ده كله في طبق صغير كده، وعندي على النار طاسة وفيها كوبايتين من الحليب، غير كوباية الحليب معايا اللي فيها البيض وفيها ال3 نشا وفيها ال3 دقيق والبيضتين. طبعا انا دوبتهم يعتبر على البارد، وبعد كده هنزل فوق الحليب اللي عندي على النار وهفضل معاه. اهم حاجة بقى ما سيبهوش خالص عشان ايه ما يكتلش مني نهائي. وهنا معايا رشة لون طعام، رشة بسيطة كده. هنزل برشة اللون عشان تدي معانا لون حلو كده في الشغل. وبعد كده نص معلقة صغيرة فانيليا، وهندوب ده كله كويس وهنطفي النار. دلوقتي كده انا طفيت النار، وهنزل دول يعتبر 3 معالق كبار من الزبدة. هنزل ب3 معالق كبار من الزبدة. طبعا افضل اشتغل عليهم لغاية لما انعم ده كله واسيح الزبدة كل ده ونطفي النار. طبعا ده الكريمة بتاعتي جاهزة دلوقتي بتاعت التحلية اللي انا هعملها. ابدأ بقى احضر معايا كوباية من الحليب او نص كوباية اللي انا هغمس بيها البسكوت، وانزل بالبسكوت بتاعي واعمل طبقات من البسكوت وفوقها طبقة من الكريمة. طبعا انا الكمية اللي انا عملتها دي تقريبا ممكن تعمل معايا حوالي 4 رصات فوق بعض، ولكن الطعم في الاخر طعم طعم خرافة. وده يكفي بيت كامل تقريبا من 6 اشخاص. 30 جنيه بس تكلفة الايه التحلية بتاعتنا الباردة دي. او ممكن لو احنا عدد اشخاص عندنا اقل من كده مثلا نص يبقى التكلفة اقل، او ممكن نعملها تقعد معانا اكتر من يوم. طبعا احنا حتى لو 3 اشخاص هي مش هتبات اصلا، يعني ايه نفس اليوم هتكون خلصانة. طعمها جميل جدا. انصحكم بتجربة الحاجات الباردة دي، سهلة وبسيطة وعمايلها في البيت مش صعب خالص، متاخدش وقت، وفي نفس الوقت طعمها ممتاز جدا بين كل طبقة بسكوت. أهم حاجة في القصة دي يا جماعة عشان تطلع معايا كويسة، البسكوت بتاعنا نحاول يعني إيه نديله ننزل بيه مرة في اللبن أو مرة في الحليب، ونرجع نطلع بيه وننزل بيه تاني. بس أنا يمكن ما بوريكوش المرتين بحيث إن هي إيه أنا بركن شوية في الحليب. انتوا بتشوفوا ايديا طالعة كده من الحليب في السريع، بس أنا بركن شوية بدل ما أطلع إيدي وأنزلها تاني، لأ أنا بركن شوية. بس أنا طبعا التليفون بسرعه سنة، ده بحيث إيه البسكوت بتاعي يتشرب كويس من الحليب، وبعد كده الاقيه ايه طلعت معايا شبه الكيكة بالظبط. طعم كويس جدا. والخطوة التانية اللي لو مش عايزين تتأخروا على البسكوت في الحليب عشان ما يبوظش منكم في الحليب، في خطوة ممكن نعملها غير دي. ممكن ان احنا الحليب بتاعنا اللي هننزل بيه في البسكوت ندفيه او نسخنه شوية، وننزل ونطلع عادي في السريع عادي. طبعا طبقات كريمة وطبقات بسكوت لغاية لما نخلص كمية الكريمة اللي معانا أو كمية البسكوت. لو خلصت نحط بقية كمية الكريمة كلها مرة واحدة، منقعدش نخلي حاجة. نرص البسكوت بتاعنا والفراغات بتاعتنا اللي تفضل في البداية أو في النهاية أو في الجناب، نحاول نكسر البسكوت على قدها ونحطها بحيث تعمل معانا طبقات في الآخر شكل بعضها.
ننزل بالكريمة، طبعا ما نخليش اي حاجة من الكريمة خالص، كلها ننزل بقى. طبعا ده اللي انتوا شفتوه، اللي انا نزلت بالكريمة فاضل شوية عندي، فانا هنزل بيهم، ولكن عشان ما اخرش الفيديو هنزل بيهم كده. طبعا نزلت بكله، ولكن في السريع يعني. ده معلقتين من الزبدة، وعليهم شوكليس او شوكولاتة، اي نوع بتحبوه. طبعا نفضل ندوب كده تقريبا دقيقتين، كله هيدوب مع بعضه. بس هو اهم حاجة الزبدة تكون مسيحينها كويس، بحيث لما نحط عليها شوكليس يدوب معانا. الشوكليت بيدوب مع الايه، مع الزبدة، لما تكون الزبدة لسه جاية من على النار مسيحينها. او ننزل، طبعا دول طبعا نص الكمية. هنعمل كمان كوباية تانية وهنفضيها، واللي بحب الشوكليت كتير بكده كفاية. ولكن انا هعمل كمان كمية تانية برضك، حوالي معلقة ونص من الزبدة. ده الشوكليت اللي انا اشتغلت بيه اول مرة، موريتهوش لكم فحبيت اوريهولكوا تاني مرة. طبعا الكلام ده رخيص، مش غالي خالص يعني. تقريبا يعني ربع كيلو بتاعه 30 جنيه. وده تقريبا مش جاي حتى 50 جرام، لأن الحاجات دي بتبقى خفيفة يعني، مش تقيلة ولا حاجة في الميزان يعني، خفيفة. يعني ربع كيلو ما شاء الله يعني كمية. تمام. المفروض كده بعد ما ظبطنا الصينية بتاعتنا، المفروض هنبردها شوية ونطلع بيها تاني. هنا طبعا بعد ما بردناها ان شاء الله طعمها خرافة يا جماعة. تحلية رخيصة وسهلة، طعمها جميل وتستحق التجربة. بس يا ريت ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. طعمها جميل، الكريمة بتاعتها طعمها مش عادي، حاجة عادية خالص، جميلة.